كل نجمة فوق في السما بتخبي جواها حكاية، والليلة دي هنركب الصاروخ ونتنقل بين المجرات علشان نسمع حكاية من أفلام توتا الكاملة، ونقول اللي توتا وماجي مش في حياته كل الحلو فاته. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على نبينا، وبينا نتنقل لحلقتنا ونشوف مخبيلنا ايه النهاردة. أنا مش هكسفك، وطالما انت اللي محضراه يبقى هاكل منه لحد ما اشبع كمان. لفت وشها وبعدت عنه وهي بتجري، وما ادتلهوش الفرصة انه يكمل كلامه، بس كانت مبتسمة بفرحة. كل مرة الشعور ده جواها كان بيكبر وبتصدقه اكتر ان هما اتقابلوا كغرباء عشان يبقوا حاجة واحدة. دخلت البيت وخرجت بعد شوية، وفي ايديها صينية الاكل، حطتها بين ايديه في لمح البصر. هو فضل واقف وشايل الصينية ومفيش سبب لوقفته دي، وشها احمر من الكسوف. أه، بعد اذنك. لكن المرة دي برضه ما ادتلوش فرصة يعترض أو حتى يضيف كلمة واحدة. ابتسم باستغراب من اللي بيعمله ووقفته قدامها كده بالشكل ده، وبعد كده دخل المنظرة والأكل في إيديه. آسر كان بيعمل كوباية قهوة، وكان واقف قدام القهوة وسرحان ومش واخد باله أصلا إنها بتفور. رعد حط الأكل على الترابيزة وبص لآسر وللقهوة اللي بتفور أصلا، قرب منه وتفنر بسرعة، وآسر لفله باستغراب. انت جيت امتى؟ بعد القهوة ما فارت. شكلك بيقول حصل حاجة جامدة، بس تعالى نتغدى الأول. أنا جعت فجأة. شوف بعت لنا أكل إيه؟ دي وليمة مش غدا. أنا مش جعان، كان نفسي في فنجان قهوة وباظ، وماليش أصلا مزاج أعمل غيره خالص. رعد ساب موضوع الأكل ده ولاحظ إن آسر مكشر والضيق باين في عينيه، فاتكلم باهتمام وجدية. طيب بلاش أكل دلوقتي، تعال احكيلي ايه اللي حصل ومخليك كده. انا مش عارف عملت كده ليه. انت عملت ايه بس؟ آسر حكاله اللي حصل من الاول، ورعد اتغاظ منه. ده انا كنت فاكرك عملت مصيبة. تصدق ان انا غلطان ان انا اخترتك انت بالذات احكي لك وافضفض لك. انا كنت مع نفسي بفكر وبكرر ومش بتكلم مع حد. انا مش عارف ايه اللي خلاني اتجنن واتكلم معاك. طب خلاص خلاص ما تزعلش، ما هو برضو اي حد مكاني كان هيقلق. بس خلينا في المهم، والمهم انك عكيت عك معتبر، وبصراحة انا لو منها مش هبص في وشك تاني. بقى في واحد المفروض معجب بواحدة، ولما الظروف تساعده ويكلمها يبقى غشيم كده ويتكلم عن حبيبته الاولانية. طب كنت لمح لها من بعيد حتى انك معجب بيها، بلاش تتقدم. انت مجنون؟ اتقدم؟ ده انا لحد دلوقتي محتار اذا كنت معجب بيها ولا لا، وانت تقول لي اتقدم؟ بص يا آسر، انا عايز بس اعرفك حاجة مهمة انت مش واخد بالك منها. البنات دول مش بتوع تعارف وكتر كلام، دي تخطبها وتتعرف عليها وبحدود كمان. يعني من الاخر كده، لو حاسس بشيء من ناحيتها ومحتار يبقى الافضل تخطبها، لانها عمرها ما هترحب باي ارتباط غير كده. اسمع كلامي قبل ما مدة القافلة تنتهي ونرجع وانت لسه في حيرتك ومش عارف تاخد قرار. انا مش عارف. ما هو مش معقول اكرر التجربة دي تاني. مش معقول ادخل في ارتباط تاني ويكون في طرف تالت لانسان كان في حياتها ولسه فاكراه، مستحيل. انا جبت لك الخلاصة، فكر كويس. انا نفسي رغم انجذاب الرضوة بس مدي لنفسي وقت كفاية للتفكير وقرر اذا كنت فعلا معجب بيها اعجاب مؤقت ولا فعلا ده اللي بدور عليه. بس بصراحة انا لما بشوفها ببقى على يقين تام ان انا معجب بيها، ولما بقعد مع نفسي برجع افكر من تاني، مش فيها هي شخصيا لانها بصراحة عجباني، بس في حاجات ممكن تأثر على علاقتنا بعدين. انا مش ناسي كلامك. انت كمان محتار؟ يمكن اكتر مني. هو انا عشان دكتور نفسي ابقى مش بتردد او بخاف او بحتار؟ مش بسهر من الخنقة وبتوه وبتألم واقول يا رب في ضيقتي؟ انا اكتر واحد بيعرف يحل مشاكل غيره اكتر ما يعرف يحل مشاكله. اللي بعيد عن الصورة شايف كل تفاصيلها اكتر من صحاب الصورة نفسهم. اللي اتكلمنا فيه يا ريت ما حدش يعرفه نهائي، خليه سر ما بيننا. رعد أكد على كده وبعدين شدوا عشان ياكلوا مع بعض. وبينا بقى نروح لليلى في مكتب السكرتيرة الشخصية لمدير الشركة عاصم شكري. كان هي ست في الأربعينات، شيك جدا لدرجة إنك صعب تحدد سنها. كانت مشغولة بتتكلم في التليفون مع فرع تاني للشركة، وباين إن في مشكلة في الشحنات. المكالمة اللي قعدت حوالي نص ساعة خلصت وقفلت الخط واتنهدت بعمق. مستر عاصم لو غاب عن فرع من الفروع لأكتر من أسبوعين الدنيا كلها بتتكركب فوق دماغي. باين إنها كانت بتكلم نفسها. فليلى سكتت وما ردتش، فضلت قاعدة على الكنبة على بعد كام خطوة من مكتب السكرتيرة. ليلى افتكرت موضوع جوز صاحبتها إيمان
وإنها قالت إن جوزها سكرتير المدير، فاستغربت جدا وقالت لنفسها إن أكيد يكون في سكرتير راجل للشغل اللي ليه علاقة بالتنقل والمتابعة بره الفروع. عفاف السكرتيرة وجهت كلامها لليلى بابتسامة رسمية: أنا عارفة إن المفروض كنت تدخلي من ربع ساعة لمستر عاصم، بس جاله عميل فجأة كده فما قدرتش أأجل المقابلة، بعتذر جدا. كانت بتتكلم بذوق ولباقة وهدوء شديد، وليلى ردت عليها بلطف: مفيش مشكلة، بس ممكن أفهم حاجة؟ آه طبعا، اتفضلي. أنا أنا بالفعل عملت انترفيو شغل تقريبا اتحدد، فخلاص يعني فليه لازم أقابل مستر عاصم؟ هو ده روتين هنا لكل الموظفين؟ لأ طبعًا مش روتين، بس زي ما تقولي كده متوصّى عليكِ بزيادة، فطبيعي يعني إن مستر عاصم يقابلِك بنفسه. الكلام وقف في حلق ليلى، الست عندها حق في نظرة السخرية اللي في عينيها، باين كده إنها بتكره المحسوبية والواسطة، وقبلت الموضوع ده غصب عنها، بس هي ما تعرفش إن ليلى بتكره الحاجة دي أكتر منها، بس ما باليد حيلة. العميل اللي كان جوه كان راجل كبير وبعدين خرج، وعفاف قامت بسرعة وراحت على المكتب ودخلته، وبعد دقيقة خرجت وشاورت لليلى علشان تدخل. ليلى قامت ودخلت على المكتب الكبير اللي ما كانتش متوقعة أبدا إن هو يكون كبير قوي كده. راجل ورا مكتبه ابتسم لها، وهي استغربت إن في شبه من أبوها وفي نفس سن أبوها كمان. هي كمان ابتسمت تلقائيا وحست بهدوء في قلبها، شاور لها علشان تقعد. قعدت قدام مكتبه بثبات. ليلى عبد العزيز، خريجة آثار، يمكن دراستك ملهاش علاقة بشغلي بس مش هتمنعك إنك تفهمي الشغل ويبقى ليكي مكانة كبيرة هنا إن شاء الله. أنا قابلتك مخصوص لما جيهان وصتني عليكي وقالت إن انتوا صحاب. جيهان بعتبرها بنتي وهي أول مرة تطلب مني طلب، لذلك قابلتك بنفسي. ليلى حست بالرغم من حماسة كلامه إنها أقل من إنه يقابلها لشخصها، بس هي ما حبتش يعني تتكلم كتير في الموضوع ده. إن شاء الله أكون عند حسن ظنكم فيا. بإذن الله. السكرتيرة هتعرفك الشغل كله، ما تقلقيش من الناحية دي. بالنسبة لإقامتك فاتكلمت مع جيهان في الموضوع ده، لو حابة تفضلي في الفندق ما فيش مشكلة، ولو حابة الشركة تكون مسؤولة عن شراء شقة ليكي وتسددي على أقساط برضه ما فيش مشكلة. خلي بالك من موضوع الشقة ده، ما تقولهوش لحد، عشان الموضوع ده امتياز ليكي انت بس، مش من ضمن الامتيازات اللي بتديها الشركة لموظفينها. بالنسبة للمرتب، الشهر الأول هتاخدي المرتب اللي عفاف قالتلك عليه، لو أثبتي مكانتك خلال الشهر ده مرتبك هيعلى، هننقلك لمكان أعلى بمرتب تاني. انت وشطارتك بقى، خدي بعضك واجري يلا حالا على مكتبك. ختم كلامه بابتسامة عريضة وكأنه بيهزر بجدية شوية. ليلى قامت وابتسمت ابتسامة خفيفة واستأذنت علشان تمشي، وبره المكتب عفاف أمرت عامل النظافة إنه يوصل ليلى لمكان شغلها الجديد في الاستقبال. نزلت لحد الدور الأرضي اللي فيه استقبال الشركة، وكان فيه شاب وبنت باين إن هم عارفين إنها جاية، استقبلوها بابتسامة ترحيب. والبنت كان اسمها ساندرا واتكلمت بابتسامة صادقة: منورة يا جميل، أخيرا جه حد يشيل معانا الشغل ويرحمني من رخامة أبو علي. ابتسمت ليها ليلى وما فهمتش مين أبو علي، فرد الشاب حسن بضحك عليها: طب بالله عليك أنا رخم؟ هأخر الفرح شهرين عقابا ليكي، أجله سنة وهكون مبسوطة قوي، أنت اللي مستعجل أصلا. ما هو ده هزار، إنما لو بإيدي كنت اتجوزتك امبارح. أيوة الحمد لله، أنا كده ربنا نصرني. ضحكوا مع بعض بعد كده، وليلى بصت لهم بابتسامة شاردة. منظرهم كده كان جميل حالم ببيت صغير وأحلام مترتبة. الشاب حاول يلمس إيد خطيبته ساندرا فبصت له بحدة واتكلمت والمراح في عينيها بالرغم من ملامحها اللي بتحذر: ايدك يا شيخ حسن، ها أحسن توحشك، فاهم ولا ايه؟ سنتين خطوبة وما لمستش ايدك، ده المفروض ان احلى فترة في حياتنا، يا اسود شرايين قلبك يا شيخة. ضحكت البنت بعد كده وبعدين وجهت كلامها لليلى: اعرفك بينا بقى يا ليلى، هتقولي لي عرفتي اسمك منين؟ هقولك من مدام عفاف، انا ساندرا وده حسن ابو علي خطيبي، مسمينا في الشركة حسن ونعيمة. اسفة انك هتفصلي ضحك علينا طول فترة الشغل، احنا كده من اول يوم اتقابلنا هنا من 3 سنين، نائر ونقير سيادتك، وبعد المناسبات القليلة بنكون روميو وجولييت، في الفالنتين بس يا كدابة وعيد ميلادي. هتعرفي الشغل واحدة واحدة، هو مش صعب خالص واحنا معاكي. لا انا بس، هو ولا يعرف اي حاجة هنا اساسا يعني. حسن رفع دفتر مكتوب فيه ارقام التليفونات واتكلم وهو كاتم ضحكته: عارفة الدفتر ده هتلاقيه لابس في وشك دلوقتي. ليلى ضحكت بجد على هزارهم وخناقهم اللي شكله طفولي، وساندرا اتكلمت بغيظ منه: طب انا قدامك اهو، لو تقدر بقى اعملها. ابتسم لها
واتكلم بمكر وهو ساند على الترابيزة اللي قدامه. طب ما تلبسي طرحة فستان الفرح أسهل وأجمل يعني. ساندرا لفت ناحية ليلى وتكشيرتها اتحولت لضحكة مكتومة، عينيها بتلمع بالسعادة بوضوح. ليلى خافت تحسدها وهي اتحرمت من السعادة دي سنين واتسرقت منها غصب عنها. دعت لها بالسعادة بشعور صادق. وبعد كده البنت وخطيبها بدأوا يشرحوا لها الشغل، وكلامهم كان فيه جدية وهزار وهما بيتكلموا. وتعالوا بينا نروح لمكان تاني. دوام شغل الدكاترة بتوع القافلة في الفترة الصباحية خلص، ويوسف وجاسر رجعوا المنظرة وهما بيتكلموا وبيضحكوا وهما ماشيين في طريق الحقول والمراعي. جاسر لمح من بعيد على بعد كام متر بنت لابسة عباية سودا شيك جدا، وجنبها شاب أقصر منها شوية. ولما دول قربوا جاسر ضيق عينه لما لقى البنت اللي ماشية في الطريق بالجمال ده. كانت جميلة المشاكسة ومعاها سكرات الولد. بصلها بمكر وابتسامة إعجاب من شكلها اللي بيعجب أغلب رجالة الشرق، واتكلم بصوت واطي. حلوة قوي العباية السودا دي. مشاعري في أزمة عنيفة. يوسف ضحك ضحكة خفيفة لما لمح نظرة جميلة اللي بتهرب وواخدة شكل صارم لجاسر، لحد ما جاسر وقف سقراط وعينيه تتسحب لجميلة وهو مبتسم ابتسامة خبيثة. وحشتني يا سقراط، وحشتني قوي قوي يعني، من امبارح يا قاسي ما شوفكش. ايه ما وحشتكش؟ يوسف ضحك بصوت عالي فجأة وما قدرش يمسك ضحكته، وفهم قصد جاسر ومكره. وجميلة بصت الناحية التانية ومسكت نفسها عشان ما تضحكش على طريقته هو بيتكلم. وانت وحشتني والله، بس انا لسه شايفك الصبح، انت وغوشتني عليك، زمايهر ده ولا ايه؟ جميلة في الوقت ده حطت ايديها على بقها عشان تكتم ضحكتها واتكلمت بالعافية وهي بتبعد. انا هقف بعيد يا سقراط على ما تخلص كلامك. وقتها جاسر كان متغاظ منها جدا، وجه كلامه لسقراط بغيظ. زمايهر؟ ما هو زمايهر فعلا، بس معلش في السؤال يعني، انت رايح فين بالشياكة دي كلها؟ الولد ابتسم بفخر وبيلف بالجلابية الجديدة، وما تخيلش ان المدح ده جه موجه لجميلة اصلا. ايوه صح، عندك حق، انا رايح حنة صاحبة جميلة بنت عمتي، امال اسيبها تروح لوحدها يعني؟ حنة بقى واكيد فيه شباب وكده. وانت امور وتخاف عليك ساعتين وترجع يا سقراط؟ ها يعني العيشة كده؟ عشان عندي ليك مفاجأة. مفاجأة ايه ده يا دكتور؟ فرحني. لا مش دلوقتي، لو اتأخرت لبعد العشاء انسى المفاجأة. ما تقلقش، انا اصلا ما كنتش اتأخر اكتر من كده، بالاذن بقى، راح وارجع فريرة. الولد ساب جاسر ويوسف واقفين ومشي ناحية جميلة اللي واقفة ومش مهتمة خالص بوجود جاسر، ما بصتلهوش حتى وعطياله ظهرها، بس هي كانت بتضحك من غير صوت. بس كان في حاجة حلوة بتدخل قلبها، ابتسامة من القلب. وبينا نروح لمكان تاني. دوام الشغل في شركة عاصم شكري خلص والساعة بقت 6 المغرب. ليلى رجعت الفندق وباين عليها التعب. فتحت باب الجناح بتاعها في الفندق، سمعت صوت بنتها وهي بتسأل عليها بزهق. إيمان بصت لليلى واتكلمت بابتسامة وهي مرتاحة. أهي ليلى جت أهي، بنتك ما بطلتش سؤال عنك من وقت ما رجعنا يا ليلى. وكمان كانت ليلى بتبتسم لبنتها باشتياق لحد ما اتفاجئت بتليفون الأوضة بيرن. ألو ليلى، لازم أشوفك، في حاجة محتاجة أتكلم معاكي فيها ضروري. أنا احترمت قرارك ومرضتش أبعت حد ورا صاحبتك وأعرف مكان الفندق، أو حتى أحاول أعرف الرقم ده تبع أي فندق، وده مش صعب عليا، بس مش حابب أجبرك على شيء. أبويا في حاجة؟ أبوك بخير، وجدك قرر بنفسه إن والدك يفضل عندي في المستشفى. إيه؟ جدي؟ أيوة جدك يا ليلى، بس الكلام ما ينفعش هنا، لازم تيجي ودلوقتي. لازم تيجي يا ليلى، لازم وضروري. غمضت عينيها وهي محتارة جدا، تروح ولا تفضل مكانها، وبين وعدها لمراته انها ما تحاولش تشوفه. تعمل ايه؟ انت بتفكري ليه؟ هي دي محتاجة تفكير؟ انا مش عايزة اشوفه. ما تخافيش، انا معاكي، انا عمري ما تخليت عنك، لو تفتكري هفضل ورا اي خيط يوصلني للي حبساه جواكي ومش عاوزة تقوليه. تعالي يا ليلى، وجدك مستنيكي هو كمان. ممكن توصلني بجدي؟ عايزة اتكلم معاه. طيب دقيقة واحدة. وجيه اتحرك من الممر لحد أوضة العناية اللي الجد واقف فيها جنب سرير ابنه اللي في غيبوبته. بصله وهو موطي راسه بيكلم ابنه، واستنى شوية شفقة على الراجل ده اللي دموعه نازلة من عينيه وهو مكسور. صادق بس راس ابنه المتغطية بقناع طبي متعقم، واتكلم بوجع وعينيه بتعيط جدا. اوعى تمشي من غير ما تسامحني يا ابني، جيت عليك وظلمتك، وقفتك لما لقيتك هتموت صالح ودافعت عنه،
وكان الأولى أخد حق بنتك وشرفها اللي كان هيضيع على إيده. ظلمتها وساعدته في اللي عملوا فيها هي واختها، بس أوعدك إن أبوك اللي مش قادر يقف ده هو اللي هياخد لكم حقكم كلكم. هرد الدين اللي عليا وأوصل بنتك لبر الأمان. لو على موتي هنفذ وعدي. سامحني يا ابني، أنا داري إنك سامعني في رقدتك دي، بس ما تقلقش على بنتك. وجيه سمع كلامه، حس اللحظة إنه بيكرهه، واللحظة التانية حس إنه هو مشفق عليه على ندمه وحالته دي. صعب جدا لما الواحد يحس بالذنب على غلطات دمرت حياة ناس تانية وهو راجل كبير وضعيف وشايف حياته على وشك النهاية. ليلى، عايزة أتكلمك. أيوة يا ليلى، تعالي عايزة أشوفك. أنا عند أبوكي هنا. أخيرا قررت تشوفه، ولا يمكن صالح سمح لك إنك تشوفه؟ من حقك تقولي اللي انت عايزاه يا بنتي، بس تعالي لأني لازم أشوفك دلوقتي. يمكن ما أقدرش أشوفكم تاني. إيه؟ تقصد إيه؟ لما تيجي هتعرفي. ما ينفعش في التليفون والله. طب ينفع نتقابل برا المستشفى في أي مكان تاني؟ للأسف لأ، اللي هقوله لازم يبقى قدام أبوك. أنا قلبي بيقول إنه سامعني، وبتمنى من ربنا إنه يفوق بس دقيقة واحدة يقول لي فيها إنه سامحني. أنا جاي في السكة، هسيب بنتي في الفندق. لا، جيبيها معاكي، أنا نفسي أشوفها قوي. ليلى وافقت وقفلت الخط وهي بتعيط وخايفة من اللي جاي قوي، بالرغم من إن جدها بيبان في كلامه الندم والوجع وبداية اعتذار وأسف، بس هي اتعودت تخاف منه وإنها ما تطمنش الكلام وما تثقش فيه. حتى صوت دموعه ما خلاهاش تطمن حتى لو شوية صغيرين. شكل الموضوع كبير. حصل إيه؟ جدي طالب أروح له المستشفى، بس وقعدت جهان ما أروحش. مش عارفة أعمل إيه. هتصل بيها لما أرجع وأفهمها. دلوقتي لازم أروح المستشفى للأسف، وهاخد ريمي معايا. ريمي كانت مكشرة وخايفة لما سمعت اسم جدها. ليلى لاحظت وشها فاتكلمت وهي بتقرب منها عشان تطمنها. هتشوفي بابا واجيه تاني. ابتسمت وهزت ايديها وهي بتسقف بحماس. ليلى ابتسمت بالرغم من دموعها، لأن رد فعل بنتها كان شكله بيضحك بين التكشيرة والخوف وبين الفرحة والحماس في نفس اللحظة. هنروح دلوقتي وهناخد القطة دي معانا، مش هينفع نسيبها هنا. طيب أنا همشي دلوقتي عشان اتأخرت قوي على البيت، وهجيلك بكرة بإذن الله. مشيت من الفندق، وبعدها ليلى خدت بنتها والقطة الصغيرة وخرجت من الفندق وراحت على المستشفى. وعند البنات التعود على كبت الوجع والكلام اللي بيشيل من على كتافنا هموم تقيلة بيبقى زي التعود على مرارة جرح بينزف ومش هيخف أبدا. دي قوة هي اكتسبتها قريب. خافت إن حرارتها ترتفع تاني، مش هيكون قدام عيلتها غير إن هم يبعتوا يطلبوه من تاني. مرضتش تستجيب لطلب جسمها بالراحة وتنام شوية. فضلت رايحة جاية في البيت عشان تشغل دماغها وتشغلها عن أي تفكير هي مايلة ليه. رضوى بصت لها باستغراب. اقعدي ارتاحي شوية، مفيش حاجة أصلا تتعمل تاني في الدار. أنا بخلص كل حاجة عشان لما أروح حنة صباح بعد شوية ما كنتش قلقانة وسايبة كل حاجة نظيفة. يا بنتي، مش هي جميلة اتحايلت عليكي تروحي معاها وانت عصيتي؟ ما كنا رحنا معاها وخلاص، بدل ما أنا قعدت عشانك كده. أنا أخدت حمام وفقت، ما عرفتش أنام وعمالة أتاوب. بتقولوا إيه؟ سمعوني كده. غيرت رأيي. إيه ما بيحصلش؟ اللي هتيجي معايا الحنة تقوم تهم وتجهز بقى عشان ما نتأخرش. البت صباح صاحبة جميلة دي ما بقبلهاش أصلا، بس أنا مش هقعد لوحدي، هاجي معاكم وبالمرة نفرفش شوية. أهو واجب واتقضى. البنتين وافقوا وبصوا لبعض شوية، وبعدين رضوى وحميدة ضحكوا وما بيجروا بيتسابقوا مين هيدخل الحمام الأول. سما ما ابتسمتش زي عادتها على شقاوتهم، بالعكس كانت بتدور على أي حاجة تهرب بيها من أفكارها اللي بتوجعها. اللي عدى بتجارب حياتية صعبة مش بيختار ناسه حسب انبهاره بيهم، بس بيختار ناسه حسب أصالة أفعالهم. لا كلام معسول ولا خروجات ما حصلتش ولا دم خفيف وبس، ولا إبهار مادي، بس مواقف في الشدة، سند من غير طلب، أصالة في الاحتفاظ بالأسرار، ورحمة في قلة الأحكام. عاوز تبهر حد عدى بتجارب صعبة؟ ما تبهروش بأي حاجة، خليك أصيل وبس. وأخيرا رجعنا الأرض، بس أسرار النجوم لسه ما خلصتش. كل رحلة في الفضاء وراها قصة جديدة من قنوات توتة وماجي، القنوات الغنية عن التعريف، قنواتنا السبعة اللي انت لو لسه ما اشتركتش فيها ياريت تجري تشترك فيها دلوقتي وتفعل الجرس وتختار الكل. وياريت كمان لو تشارك كل القصص اللي بتنزل مع أصحابك وأهلك وحبايبك علشان خاطر نكبر بيكم وليكم
وعيلة توتة وماجي تبقى أجمل وأكبر عيلة في الدنيا بوجودكم فيها. ولحد ما أتقابل معاكم في رحلة جديدة لكوكب تاني، أكيد 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 هتوحشوني. دمتم في أمان الله ومع ألف سلامة.